بعد الفيديو ده مستحيل اخليكي تشتري تاني اي منظف من بره. المنظفات دلوقتي كلها غالية، لكن احنا هنعمل النهاردة فيديو بمكونات احنا بنرميها اصلا، يعني منظف ببلاش. تعالي بس تابعي معايا الفيديو وانتي مش هتندمي ان شاء الله. هنعمل منظف جامد جدا، بيقضي على دهون البوتاجاز، الشفاط زي ما انتوا شايفين، ال- الحوض والحمامات والسيراميك وكل حاجة تتخيلوها. المنظف ده بجد جميل جدا. تعالوا نتابع الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ولو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنوريني باشتراكك الجميل، وما تنسينيش لايك وشير وتفعيل زرار الجرس عشان أي فيديو أنزله يوصلك على طول بإشعار. بص احنا هنعمل بقى المكون ده، المنظف ده بمكون احنا فعلا كلنا بنرميه، وهو قشر الاستفندي أو قشر البرتقال. بس هو قشر الاستفندي طبعا احسن بكتير. جبت معايا هنا قشر الاستفندي، وطبعا مش هقول لكم ان انا شطفته ولا حاجه، لان احنا طبيعي بنشطف الاستفندي قبل ما بناكله، يعني هو كده كده نضيف. وجبته وسلقته كده على النار بحبه ميه، طبعا اي كميه انت عايزاها تعمليها. وبعد ما اتسلقت والقشره دابت كده، انا طبعا طحنتهم على الخلاط وبدات اصفي فيهم كده عشان المعجون يبقى سائل معايا، والملمس بتاعه يبقى ناعم، ما يبقاش فيه اي تكتلات. انا زي ما انتم شايفين كده صفيته بالمصفى، والقوام بتاعه كده لا هو تقيل ولا هو خفيف. وهبتدي بقى اقلبه كده، وهنشوف بقية المكونات اللي معايا. جبته كده وهقسمه نصين اهو زي ما انتم شايفين كده، وهقول لكم دلوقتي انا هعمل ايه بالنصين دول. بجد الخلطة دي بجد جبارة جدا جدا، والله مش كلام، انا جربتها في اكتر من حاجة كمان غير الفيديو اللي انا مصوراه. لا بجد جميل وعجبني قوي، وقلت هعمله تاني. جبت المكون بقى وقسمته زي ما انتم شايفين كده، خدت نصه وحطيت عليه 4 معالق من النشا، وهبتدي اقلبه بقى. لازم يكون معاكي مضرب، لان المضرب ما بيخليش اي تكتلات من النشا ولا الخليط اللي احنا هنعمله. او لو عندك هاند بلندر كمان هيساعدك اكتر، بس انا حبيت ان انا اعمله بالمضرب لان كلنا عندنا مضرب، مش كل الناس عندها هاند بلندر، فاحنا بنحاول نبسط عليكم الامور وعلينا كمان. ضربتهم كده بالمضرب وشلت اي تكتلات، وجبت بقى بقية المقدار بتاعي اللي هو عصير الاستفندي او الخلطة اللي احنا عاملينها دي. وهبتدي بقى اجيب معايا المكون الاساسي اللي هنحطه ده، البطاطس. ده مادة كاوية كده اسمها بطاطس، دي بتنضف عند محلات المنظفات. طبعا اول ما بحطه كده بيبتدي يفور وبيسخن معايا جامد، حتى يعني بصوا شايفين اللون بتاعه اتغير وبدأ يفور معايا اهو، بخار طالع منه. لو ما عملش كده يبقى الوصفة مش مظبوطة او البطاطس نفسه مش كويس، لكن هو لازم يفور ويسخن كده وغير لونه على طول اهو. وهبتدي بقى اسيبه كده يهدى شوية من السخونية دي او من الفوران ده. ولازم طبعا البطاطس يدوب معايا خالص، شايفين درجة الحرارة طبعا بتاعته بتعلى. هسيبه يهدى شوية كده وهنشوف هنعمل ايه تاني. بعد ما هدي كده معايا جبت بقى الخلطة اللي فيها النشا، وشايفين بمجرد ان انا حطيته على النشا بالخلطة اللي عملناها، بصوا جامد ازاي. لازم هو هيجمد معاكي كده متقلقيش. ده كده هو بيعمل لنا المادة اللزجة بتاعت الصابون اللي احنا بنشتريه من بره، او مادة التكسابون. ده كده طبيعي احنا بنعمله في البيت. شايفين المادة ازاي تقلت كده وبقت لزجة قوي معايا. هبتدي بقى انا اضرب فيها كده واخففها، وهنشوف بقى احنا هنطلع منها اكتر من مكون. هنطلع منها الهربك اللي بنشتريه بسعر غالي، وكمان اللهلوبة بمكون بسيط جدا عندنا وبنرميه كمان. جبت هنا مج من الصابون السائل، وهحط ايه كمان، هحط كمان معايا نص مج من المسحوق. طبعا لازم يكون مسحوق غسالة عادية مش اوتوماتيك، لان انا عايزاه يكون فيه رغوة. وانا بكده عملت كده العجينة الاساسية اللي هعمل منها بقى بقية المكونات بتاعتي. كده انا حطيت نص مج مسحوق عادي، وحطيت مج صابون سائل، اي صابون عندك بتستعمليه، زائد الخلطة اللي احنا عملناها بالبطاطس. وهنشوف بقى هنطلع منها 3 مكونات هتنفع معانا للتنظيف كل حاجة في البيت ان شاء الله بأمر الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب جميعا.
تعالوا بقى بصوا، انا قلبت جامد كده، شايفين العجينه بقت تقيله قوي معايا ازاي، والخلطه كمان. وكل ما العجينه دي بتبرد شويه مكان البطاطس بتتخن معاكي اكتر كده. انا قسمت العجينه دي نصين، وتعالوا بقى نشوف هنطلع منها ايه وايه، ده الاستعمال ايه وده الاستعمال ايه. اول حاجه كده جبت معايا هنا الجراكن بتاعت برسيل الجل دي، لما بتفضى انا مش برميها علشان انا بستعملها في اي حاجه زي كده تاني. جبت بقى معايا هنا اول خلطة معايا دي بتاعت السيراميك والحوض والقعدة والحاجات دي، يعني عندك بقع صدى، عندك اي حاجة زي كده. انا جبت يعني جزء كده من كمية من الخلطة، وحطيت عليها يعني قد كوباية كده من الكلور، اي كلور عندك برضو، وحطيته كده في البخاخ. لازم يبقى السمك بتاعه مش تقيل قوي عشان يقدر يطلع من البخاخ. لو مش هيطلع يبقى خلاص نحطه في اي ازازة بغطا كده عادي ونستعمله. تاني خلطة معايا دي للبوتاجاز او للرخامة. انا حطيت كده مج من الخل وعليه معلقتين من ملح الليمون، وبدأت ان انا اقلب فيه بالطريقة دي. طبعا القوام بتاعه بقى خفيف كده وحلو، هيعدي معايا من البخاخة. يبقى كده تمام. لو خفيف لو تقيل معانا لازم نزوده بقى بحبة مية عشان يبقى قوامه حلو كده ويمشي معانا. ده كده الخلطة التانية. قلنا البوتاجاز والرخامة الحوض، ده الاستعمال اليومي معانا. طبعا اخر حاجة دون الخلطة الاخيرة دي انا هسيبها كده، مش هضيف لها اي حاجة. دي طبعا للاتساخات الشديدة زي الشفاط، زي البقع الجامدة قوي. لو عندك بقع في الهدوم بجد هو امن، ما تقلقوش. في الهدوم بصراحة انا لسه مجربتوش علشان ما اكدبش عليكم، فانا مش عارفة بصراحة هو بيعمل ايه الالوان. فانتوا يعني تعاملوا معه بحذر شديد، لان ده فيه بطاس برضو في الاول وفي الاخر. بس هو امن، يعني انا غسلت بيه قدامكم البوتاجاز او هستعمله قدامكم. البوتاجاز الحمد لله لونه مغيرش ولا اي حاجة. وكمان يعني ما تقلقوش لو في ألمونيا عندك فيها دهون او اي حاجة زي كده، بجد مش بيعمل لون او مش بياكل الألمونيا. اهم حاجة في الألمونيا ما نطولش قوي عليه، علشان طبعا طبيعي البوتاص هياكل الألمونيا بتاعتنا. لكن البوتاجازات الاستانلس اللي زي كده بجد بجد ما أثرش فيها الحمد لله، لأن هو المادة بتاعته خفيفة مش تقيلة قوي. وشايفين بجد انا مجرد ما بحطه كده على البوتاجاز الدهون بجد، يعني انا بدأت امسح فيها الاول بحتة قماشة قبل ما اغسلها كمان بالسلكة. شايفين بيطلع معايا ازاي بكل سهولة. بصراحة انا عملتها عجبتني جدا جدا الخلطة دي، وان شاء الله لو عايزين خلطات تانية انا هقدمها لكم تساعدكم في تنظيفات البيت. وكمان داخل علينا كل سنة وانتم طيبين رمضان العيد. هنحتاج الحاجات دي كتير. شايفين البوتاجاز الدلمعة معايا كمان مش بيطفي البوتاجاز خالص، بعد ما بتغسل بيبقى بيلمع قوي. شايفين السيراميك وشايفين الاحواض اعزكم الله قعدة التواليت كمان بقت نضيفة ازاي. بجد لا الوصفة دي بجد جبارة. بتنفع للألموتين الشبابيك لو فيها دهون أي حاجة. بجد جميلة جدا. جربوها مش هتندموا، وبعدين مش هتخسروا حاجة. كلها حاجات من البيت، يعني مش هتشتري غير بس حبة البطاطس، وده مش غالي قوي، يعني ممكن لو ب3 جنيه او ب5 جنيه هيزيد معاكي كمان. شايفين الخلطة التقيلة اللي انا سبتها وما زودتلهاش اي حاجة، دي انا سبتها بقى للاتساخات الشديدة زي الشفاط. طبعا بصوا كانت دهون الشفاط شديدة قوي. بعد ما بترشي على الحاجة او بتدهنيها بتسيبيها 10 دقايق او 5 دقايق بتلاقيها فكت معاكي الدهون. او لو دهون بسيطة بتغسليها على طول، مش بتحتاجي ان انت تسيبيها. بجد اول ما بتحطوها على المكان بتلاقوا الدهون فارت كده، وبقت بسم الله ما شاء الله الحاجة نضيفة زي القشطة. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم يا رب. شايفين انا والله كمان مش بدعك قوي بايدي ولا اي حاجة زي ما كنا بندعك في الاول. لا انا مجرد بس ما بمشي ايدي بس كده بالسلكة وخلاص الحاجة بتنضف معايا. هشطفه كده واوريكم هو بقى نضيف ازاي، ولا تعبت فيه ولا اي حاجة. يا رب لو وصلت لهنا والفيديو عجبك ما تنسيش في لايك وشير
تعليق حلو ايجابي منك كده يشجعني، وان شاء الله اقدم لكم بقى خلطات كتير وفيديوهات كتير ان شاء الله تشجعكم وتشجعني انا كمان، كلنا بنتعلم من بعض. اهو شايفين انا بدأت بقى ان انا كده انضفه اخر حاجة بالرش اللي هو الخفيف اللي هو اللي بالخل ده كده، يعني ايه زي تلميعة كده بسيطة، ولا تعبت في اي حاجة الحمد لله، ولا خد مني وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. بجد الخلطة دي جميلة جدا، جربوها مش هتندموا. بس لو جربتوها وعجبتكم ما تنسونيش في دعوة حلوة منكم. اهو زي ما انتم شايفين كده الحمد لله كل حاجة نطفت بتبرق زي القشطة. يا رب الفيديو بقى لو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا اي جديد انا انزله. طبعا بعد ما بنخلص لان ده فيه بطاس ويفضل لو عندكم حساسية تلبسوا جلافزات او جوانتيات. لكن انا بصراحة عشان مش برتاح لهم ابدا مش بحب البسهم. بعد ما بنخلص كده بحبة كريم مرطب لايدينا عشان طبعا الكلور ما يأذيش ايدينا ولا حاجة ولا جلدنا. وترطبوا ايديكم كده بحبة كريم زي اللي انا حطيتهم كده وكده تمام وزي الفل. واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد واقول لكم سلام.